كفتة داوود باشا كانت من أول الأكلات اللي اتعلمتها وقت ما بدأت أطبخ، فعشان كده هي قريبة جدا لقلبي. فتعالوا نعملها مع بعض النهاردة وأقول لكم ازاي تطلع معاكم مظبوطة وما تفكش منكم. هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة فيها دهون بنسبة 30%. هنضيف عليها بصلاية متوسطة مبشورة ومتصفية كويس قوي من المية. هنضيف كمان ملح ونص معلقة من الفلفل الأسمر والبابريكا والسبع بهارات أو بهارات اللحمة. وهنعجن بقى كل ده كده مع بعض كويس. هعجن فيها كده لمدة دقيقتين، وبعدين بضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من البقسماط، ودي حسب الرغبة وحسب ما تحسوا إذا كانت محتاجة أو لأ. وهنكمل عجن لمدة 3 دقايق كمان لحد ما المكونات تمتزج بعضها كويس قوي. هنشكلها بقى كور بالشكل ده وهندخلها التلاجة على الرف اللي فوق خالص لمدة ما تقلش عن نص ساعة. هنجيب بقى طاسة نحط فيها شوية زيت ونبدأ ننزل بيه الكفتة، نسيبها كده شوية لمدة دقيقة لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين نبدأ نرج الطاسة بالشكل ده عشان ما تلزقش فيها، ونقلبها على الناحية التانية ونعمل نفس الموضوع. ونحاول كده واحنا بنقلبها نقلبها بالراحة ونسندها بطرف كده صباعنا عشان ما تتهريش مننا. بنسيبها تقريبا 3 دقايق على كل جنب، وبعد شوية هتلاقوها مسكت نفسها خالص وتشيلوها في طبق على جنب. في نفس الطاسة بقى هنحط بصلاية صغيرة مفرومة وهنقلبها كده لحد ما توصل للون اللي في الفيديو كده وتطلع كل حاجة لازقة في الطاسة. هنضيف عليها بقى كوبايتين من عصير الطماطم. هنضيف عليها بقى معلقة كبيرة من الصلصة وملح وفلفل أسمر وبابريكا والسبع بهارات وبصل باودر من ربع لنص معلقة من التوابل دي. ونقلب بقى كده ونسيب الصلصة دي لحد ما تتسبك كويس. هنكون بقى محضرين الكفتة اللي احنا شوحناها ونبدأ كده نضيفها واحدة واحدة في الصلصة ونقلبها مع الصلصة كويس كده لحد ما تمتزج بيها تماما. ممكن في الخطوة دي نضيف شوية مية، حوالي ربع كوباية مية كده، عشان تسمح ان احنا نسيبها من 7 ل 10 دقايق تغلي مع الصلصة. عايزين الصلصة والكفتة كده يبقوا حاجة واحدة والصلصة تلزق في الكفتة كويس. وقتها كده بنطفي عليها وبنقدمها مع رز أبيض وبالهنا والشفا.